السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الكرام مشاهدي قنوات بين سبورتس، طابت اوقاتكم بكل خير من مدينة كوروكو، رابع اكبر المدن في بلاد الفيلة كوت ديفوار، في ملعب امادو كون كوليبالي اللي شغل منصب رئيس الوزراء السابق، سمي على اسم هذا الملعب. يحتضن بين مباريات المجموعة الخامسة اللي انطلقت بمفاجأة من العيار الثقيل. منتخب المحاربون الشجعان ناميبيا حقق أول انتصار ليه في تاريخه في الكان على نسور قرطاج 1-0. وفي إطار هذه المجموعة مواجهة بين الأولاد بافانا ونسور مالي. منتخب مالي في الحضور رقم 13 لهذا المنتخب على مستوى الكان، يلاقي الأولاد اللي سجلوا المواجهة رقم 3 بين المنتخبين على مستوى كأس أفريقيا. خلالها كرة درعة ريكشيل المدرب اللي يقود النسور ماسيكو يلعب كرة سهلة 95 توج بلقب الشامبيونز ليج على حساب يفوز بلقب الوصافة و2000 مركز ثالث. كرة من بعيد والحارس ويليامز، محاولة من شر النسور. ويليامز حارس مرمى الصن داونز اوقف كرة التباري. هنا الضغط على الحارس ويليامز ينجح في التمرير. الكرة ترجع لصالح منتخب ساوث افريكا. كرة للبافانا، استلام رقم 9 ماكوكبا. هذا داني جوردن ترجع برمية التماس لمنتخب مالي. في لغة السولو تاع الأولاد كرة خطيرة، تيمبا انطلق سواني والدفاع 12 ماسيكو ساوث افريكا خطر، نقلات جنوب افريقية وعرضية خطيرة والدفاع المالي يبعد كرة بوبكار كوياتي، كرة بعدها كيكي يصاب باللاعب المالي محمد عادل كولين القارة السمراء. ماذا احتسب محمد عادل؟ يحتسب ضربة جزاء يحتسب هو مهاجم ساوث افريكا بيرسيتاو يتقدم. بيرسيتاو البرة وين يا بيرسيتاو؟ الكرة وصلت لراس الرجاء الصالح، وصلت لبريطانيا، وصل منتخب الاولاد لمونو. بيرسيتاو ينطلق ويسدد ولكن كرة بعيدة. فوفوسيلا عرفناها في مونديال ساوث افريقيا. هاماري تراوري يرفع كرة، هاماري راسية فرصة للنسور عرضية على مستوى القرب فانا مع انطلاق بيرسيتاو. الكرة السهلة لتراوري. هاماري هيا ولكن لهاماري تراوري ترجع لكوياتي ارسال كرة في العمق منطقة البافانا. هنا التحضير على الجماعية، كرة طويلة البحث دوما عن السرعة، يرسل كرة طويلة نياكاتي سهلة تتوقف عند التنفيذ الركنية. يلعب كرة على مستوى القائم الثاني اليوم بنفس النعش، كرة خطيرة. بيرسيتاو يا ناني يا بيرسي كان بمقتولة يمرر، اختار التسديد في الزاوية الميتة والحارس ديارا. بيرسيتاو يرجع الاستلام، فرصة للأولاد ساوث افريكا واورلاندو بالقراصنة. هنا كرة ماكوانا عند ديارا، اوقفها ديارا حارس يانغ افريكانس عند اللاعب ماكوكبا مر والعارقة موجودة مر ماكوكبا وعادل زواني في اليمين مطاو راسية عند الحارس ديارا وقفها. 48 مباراة دولية لديارا مع نسور مالي. شبر للأولاد موتيفا بعيدة الاستوائية ليا مالي خطيرة، حاول الاختباس كرة خطيرة مالي ممكن تسجل، يضيع مهاجم مالي سينايوكو فرصة سهلة. أخطر كرة للنسور، أخطر كرة لمالي. منتخب مالي كده ساكو عرضية مالي خطيرة ولكن حول قدرة فريق بكرة خطيرة لمالي والهدف يضيع. نسور مالي ضيع كرة سهلة
كرة التقدم ضاعت بصورة غريبة. فرصة ترسل كرة طويلة في العمق الآن أجمل الماليين، ولكن عند موديبا عرضية الخطر يبعد الكرة. الشوط الثاني القادر فريق الجنوب الأفريقي المالي في منطقة الأولاد. محاولة مالية المرور، ماذا يقول عادل؟ ماذا يحتسب؟ خطأ لصالح الفريق المالي. حكم المباراة ممتاز، قريب من اللقطة. تلعب كورة في اتجاه المرة، جول 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 لمالي، جول الانطلاق بقوة ورفع الإيقاع دون النظر إلى الوراء والتراخي. منهج المصالحة مع الكان وتحقيق الأمنية المتجلية في الفوز بالتاج القاري. التاج القاري ينطلق بإسقاط بافانا أحفاد صاحب الصوت الذهبي كايتا على أجمع الأولاد رنشوم. كورة بعيدة سددت من حدود منطقة الجزاء عن طريق رقم 9 ماكو قبروس. كورة للبافانا، عرضية خطيرة بالهدف اللي سجل في مرماه. محاولة مالية خطيرة، الثاني الهدف الثاني لمالي بالمرة. سينايوكو أمسية النسور تتألق. هيا يا نسور من أجل أول 3 نقاط، ثاني عن طريق سينايوكو. هذا هو النسر المالي يحلق في العلالي. وثاني الأهداف نسور تحلق بأجنحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وبسعادة دايما يا رب. ويلا بينا اولا نبدأ بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهاردة برضو جاية لكم بفيتامين د، ونبدأ نشوف اعراض نقص فيتامين د. فيتامين د ده مهم جدا بالنسبة لأي إنسان منا، سواء راجل أو ست، سواء حتى طفل أو شيخ أو رجل كبير يعني. فحب أقولك إن هو ليه أعراض كتيرة، هناخد بعض الأعراض منها وهنبدأ نتكلم في كام نقطة منهم. أول حاجة أو أول عرض عندي من الأعراض أول عرض عندي زيادة في الوزن. في ناس كتيرة جدا للأسف بتمشي على نظام دايت أو نظام غذائية أو بنظام كيتو، صيام متقطع، كل أنواع الرجيمات الموجودة. بتبص تلاقي ايه بتعمل لها مش بيأثر فيها. فنبدأ نقول لها حضرتك على طول اتجهي إلى نبدأي تعملي تحليل فيتامين د وتشوفي الدنيا عاملة ايه معاكي. طيب عندي كمان نقص فيتامين د بيؤدي الى خمول وكسل للانسان. بص تلاقي ان